وقت اخر مره صارت لكم فيها ديجا فيو؟ شو رايك ان قلت لك اللي لحظه هذه انا حاس روحي ديجا عشت قبل، ويمكن صدق انت تكون عشت قبل؟ يا اخي ديجا فيو هو خلل في مخاخنا ولا هو دليل على اكوان موازيه لكوننا احنا؟ في العلم فما دراسات تقول اللي عقلك قاعد يخزن في معلومات في بلاصه غلطه، معناتها بلغه اخرى تنجم تقول اللي مخك يخلي مواقف جدد تحسهم عباره صاروا لك قبل. اما النظريه الغريبه قال كان انت ديجا عشت حياة أخرى في كون آخر جملة. ثم علماء يقولوا اللي ديجا فيو هي لحظة قطع فيها الأكوان. إجا جربوا مع بعضنا حكاية، تتسالك المرة الجاية ديجا فيو اقف دقيقة من زمان وشوفها كنت تحسها بالحق ولا لا. على قد ما لوجت في السجى هذايا ولتوا لقيت سورس صحيح باش نفهم منه الحكاية الكل. فما ناس يقولوا اللي ديجا فيو هي عبارة رسالة أنت بعثتها لروحك اما من كون اخر. فما مرضى عملوا عمليه لجراحه دماغيه وتوقف عندهم من ديجا فيو جمله، وهوني نحلوا بين حاجتين، اسكو هي مرض او خلل في مخك والا ميزه مخفيه. سوجي الديجا فيو التوا محلول عنده اعوام والتوا لا تسكر، خاطر الناس واحده تقول لك الديجا فيو يا خلل في الذاكره والا رساله من كون موازي، والا فما عباد تقول لك تتنبأ بالمستقبل. استغفر الله يا رب. اكتب لنا في كومنتير اخر ديجا فيو عشتها وكيفاش عشتها واسكو حسيتها بالحق والا فيك. ومازالوا فما حاجتين بركه باش نقولهم لكم، اما ما تنساوش تعملوا فولو على انستغرام وتبارطاجيو الفيديو هذا وتعملوا لنا فولو على الكيك، تلقاو اللين في البيو. والحاجتين هما ابعثوا لاصحابك فيديو هذايا وشوفوا اسكو نهار عشتوا ديجا فيو اون جروب. والحاجه الثانيه ما فقتوش بها اللي المنقاله اللي ورايا من بكره هي تمشي بالمقلوب. حط قلب.